تاني يوم الصبح مع أول شعاع نور، ويلسون بيجيب لها حاجتين: وردة برية شكلها جميل جدا، ومشط شعر قديم بس نظيف. وإنجل ضحكت لما شافت الحاجتين وعينيها بدأت تلمع. وقتها ويلسون بيسألها سؤال مفاجئ: أنت عاوزة تفضلي راهبة طول عمرك ولا إيه؟ مفيش مرة فكرت تعيشي حياة طبيعية زينا؟ وقتها إنجل بتسكت شوية وبعدها بترد وبتقول له: أنا لسه ما خدتش نضور النهائي، والكنيسة بتديني 5 سنين عشان أفكر إني أكون راهبة ولا لا، وأنا لسه مش متأكدة تماما لأن القرار صعب جدا. بنفهم من كده إن ويلسون بدأ يحب أنجل ويتعلق بيها، والرومانسية بدأت تملى المكان. في اللحظة دي يا صاحبي بيسمعوا صوت غريب جاي من بره. بيبصوا هما الاتنين كده بيلاقوا اليابانيين بيسيبوا الجزيرة وخلاص ماشيين. وقتها هما الاتنين بيفرحوا جدا والفرحة نطت من عيونهم. وقتها العساكر سابوا أكل كتير جدا على الجزيرة، والأمور بدأت تبقى معاهم تمام كام يوم، على الأقل مش هيحس بالجوع. وبالليل بقى يا معلم هما الاتنين بيقعدوا جنب بعض، وويلسون بدأ يفتح قلبه على البحري وقال لها بكل صراحة: أنا طول عمري وحيد وعمري ما عرفت الحب والحنان، بس من ساعة ما شفتك حسيت إني واحد تاني ومش قادر أستغنى عنك. من الآخر كده أنا بحبك، ولو الحرب دي خلصت على خير تقبلي تتجوزيني ولا لا؟ وقتها الراهبة إنجل بتتسمر في مكانها لأن ويلسون فاجئها بالكلام اللي بيقوله. راحت بصوت هادي قالت له: أنا وهبت حياتي لربنا ومستحيل أخون عهد معاه. وقتها ويلسون بيحس بكسرة قلبه بس بكل ذوق بيقول لها: لو كلامي زعلك أنا آسف جدا. المهم يا سيدي وهما بياكلوا بالليل، ويلسون بيلاقي ازازه خمره اليابانيين سابوها على الجزيره، ومن كتر زعله مش بيقدر يمسك نفسه وفضل يشرب كتير جدا لحد ما بقي سكران طينه. وبدا يتريق على انجل ويسخر منها لانها راهبه، وقال لها: احنا الاتنين على الجزيره زي ادم وحواء، وانت جاي تعملي نفسك راهبه عليا؟ حرام عليك اللي بتعمليه فيا. وقتها الكلام ده نزل زي السكينه في قلب انجل، وقامت من سكات وجرت في عز المطر، وكانت حزينه جدا ونامت طول الليل وحدها في الشارع على الأرض الباردة والمبلولة. تاني يوم الصبح لما ويلسون فاق طلع يجري يدور عليها في كل مكان، وكان وقتها زي المجنون. وبعد ساعات من اللف بيلاقيها مرمية على الأرض قطع النفس وفاقدة الوعي، ومن غير تفكير شالها على دراعه وطلع يجري بيها ناحية المعسكر. فجأة مرة واحدة عينيه بتلمح عساكر يابانيين راجعين مرة تانية على الجزيرة. راح بسرعة غير طريقه ورجع بيها على الكهف. دلوقتي حالة انجل بقى تحت الصفر، والبرد والسخونة كلوا جسمها. وقتها ويلسون ما كانش قدامه غير حل واحد: ان يخاطر بحياته مره تانية. وفعلا في عز الضلمه راح المعسكر وسرق بطانيه وشويه دواء، لكن وقتها للاسف عسكري ياباني لمحه، وعشان ويلسون يدافع عن نفسه اضطر ان هو يقتله، وكمان خبى الجثه بتاعته. وويلسون كان خايف جدا ومرعوب، وبسرعه رجع مره تانية على الكهف. ولما وصل غير لانجل هدومها لانها كانت مبلوله جدا، وكمان عطاها شويه دواء. وساعتها لاول مره في حياته يرفع ايديه للسما ويصلي لها ويدعي لها علشان ربنا ينجيها.